اول 5 ايات نزلوا على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، كلا ان الانسان يطغى ازاي ان رآه استغنى. معلش يا باشمهندس، هو الناس اللي ما بتدعوش كتير وكأنها بتقول بصورة غير مباشرة انا مستغني، عشان كده من لا يسأل الله يغضب عليه. ليه؟ لان ده يعني الافتقار مش موجود، مؤشر استغناء، مؤشر استغناء. ومين من الناس ما عندوش حاجيات؟ الله ينور. ده الرسل اكرم الخلق على الله كان حياتهم بيقضوها دعاء. ده احنا العبادة الوحيدة اللي هتكمل يوم القيامة هي الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ده هي دي العبادة اللي هتكمل. عشان كده سبحان الله كل العبادات هيبقى فيها شروط إلا الدعاء. عشان كده من ضمن المعاني العلمانية اللي تسربت للوعظ أو للعبادات الإسلامية من غير ما يحس فكرة إن الدعاء في المسجد فقط، أو إن الدعاء في الرخاء فقط، آسف، في الشدة فقط. ده بالعكس، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يستجاب له في الشدة فليكثر من الدعاء في الرخاء. إن أنت بترفع إيديك. عشان كده قل لي دعواتك أو علاقتك بالدعاء إيه، أقول لك مستقبلك إيه، أقول لك أنت شخصيتك عاملة إزاي.